هو احنا ليه بنحس بالغيرة؟ عمرك حسيت بالغيرة من حد وبعدها زعلت من نفسك وقلت أنا ليه حاسس كده؟ يمكن لأننا فاكرين إن الغيرة معناها إننا وحشين، لكن الحقيقة الغيرة أوقات كتير بتكون مجرد رسالة بتقول إن في حاجة لمست جواك احتياج أو حلم أو أمنية نفسك تحققها. لكن اللي بيفرق بين شخص والتاني هو اللي بيعمله بعد الرسالة دي. يعني في حد بيقول طالما الشخص اللي قدامي ده وصل يبقى أنا كمان أقدر أوصل، وهنا دي بتبقى الغيرة الإيجابية اللي كمان بتخلينا نوصل لهدفنا. وفي حد تاني بيقول ليه هو، وهنا دي بتبقى الغيرة السلبية اللي بتأذينا وتخلينا في مقارنة مستمرة ترهقنا وتعطلنا عن أهدافنا. هنا الشخص الأول بيحول الغيرة لدافع للنجاح وتحقيق أحلامه، أما الشخص التاني بيحولها لحقد وحسد. فالغيرة مش هي اللي بتحدد احنا مين، لكن رد فعلنا عليها هو اللي بيحدد. ربنا عز وجل محطش فينا الغيرة عشان نبص لنعمة غيرنا، ربنا حطها عشان نكتشف ايه اللي في قلوبنا وبنتمناه بجد. فلازم نعرف نحافظ على نفسنا ونحاول نخلي غيرتنا إيجابية اللي متأذيناش ولا تأذي غيرنا. عشان نعرف نفرق بين الغيرتين لازم نفهم ان الغيرة بتبقى خطيرة لما تبطل تكون عن حلم نفسك تحققه وتبقى عن نعمة مع غيرك نفسك تشوفها تختفي. لكن لو فهمناها ممكن تبقى بداية اننا نفهم نفسنا اكتر. وسؤالي ليك، اخر مرة حسيت بالغيرة ركزت على الشخص ولا سألت نفسك هو ايه اللي الاحساس ده كان بيحاول يوصلهولك؟